وجه جنود الامبراطور الروماني ساعتها، وجه الناس، والراجل قاعد يحكي يقول لهم: يا جماعه، ده احنا كنا هربانين بديننا مش عارف ايه وبتاع. يقولوا: يا سلام، هو انتوا الشباب اللي هرب من 300 سنه من دقيانوس؟ قصه اصحاب الكهف، ازاي ان في شباب ضحوا بنفسهم عشان خاطر دينهم، وازاي ان هم غيروا التاريخ، وازاي ان هم كانوا سبب في اثبات نبوه الرسول عليه الصلاه والسلام وصدق دعوته ونبوته. قبل ما احكي لكم القصه، انا اسالكم سؤال: كم عدد القصص اللي ذكرت في سوره الكهف؟ وايه هم القصص دي؟ لو عارفهم تعال قول لي في التعليقات. بتبدأ القصة بإن كفار قريش بيجوا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما عرفوا معلومات من القساوسة والرهبان، وكان معاهم 3 أسئلة جم يسألوهم الرسول عشان يثبتوا إن هو مش رسول مبعث من ربنا سبحانه وتعالى، وإن هو كذاب. ال3 أسئلة دول كان عن أهل الكهف وحاجتين كمان. لو عارف إيه هم الحاجتين الكمان دول تعال قول لي في التعليقات. فربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن على سيدنا محمد يحكي له بيها قصة أهل الكهف دول. بتبدأ الآيات ربنا بيقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ربنا قبل ما يقول القصة بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام: ما تفتكرش إن قصة أصحاب الكهف دي هي أعظم آية عند ربنا سبحانه وتعالى وأكبر معجزة. بالعكس، ده ربنا عنده معجزات كثيرة جدا أكبر من أهل الكهف وأعلى منهم كمان. ده دليل على أن ربنا سبحانه وتعالى معجزاته كتير وخلقه كتير، وكمان بتدعينا للتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي الكون. قبل ما احكي لكم القصه عايزين نشوف بس الدنيا كانت حواليهم عامله ازاي قبل. بتبدا القصه تقريبا في حوالي 290 ميلاديه. في الوقت ده كانت الامبراطوريه الرومانيه هي اكبر امبراطوريه موجوده في الكره الارضيه، وهي تقريبا اللي كانت بتحكم. كانت الامبراطوريه الرومانيه تقريبا بتحكم اوروبا كلها، شمال افريقيا، واجزاء كبيره من قاره اسيا. الامبراطوريه الرومانيه في الوقت ده كانت امبراطوريه وثنيه، وكانت عباده الاصنام هي العباده المسيطره في الدوله. وكان موجود الديانه المسيحيه في الوقت ده، بس كانت بتعاني من اضطهاد شديد، وكان الحاكم الروماني او الامبراطور كان بيعذب المسيحيين عذاب شديد جدا جدا. اي حد بيتعرف ان هو مسيحي كان بيتعذب وبيتهان، لحد ما جه الامبراطور دقيانوس. وده كان امبراطور شرير جدا وقاسي جدا، وكان ما بيتسامحش خالص مع اي حد مسيحي. كان اي حد بيتعرف ان هو مسيحي كان بيعذبه وممكن كان يقتله كمان يعني. فكان في مجموعه من الشباب من عائلات راقيه وشباب محترم وواعي امنوا بالسيد المسيح عليه السلام ودخلوا في المسيحيه وعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. الشباب دول كان في مدينه اسمها افسس، ودي كمدينه موجوده دلوقتي في تركيا. اللي حصل ان الامبراطور عرف فيهم وبعت وقال: انا لازم اجيب الشباب دولت. كان مشكلته مع الشباب دول ان هم كان شباب واعي ومثقف ومعروف. الشباب دول لو خدوا فرصتهم وقعدوا يدعوا الناس للمسيحيه، ناس كتير هيامنوا بالمسيحيه وهيهددوا عرش الامبراطوريه الرومانيه. فالامبراطور امر جنوده ان هم يجيبوا له ال9 شباب دولت علشان خاطر ان هم يسجدوا للاصنام عنده هناك ويعلنوا كفرهم بالمسيحيه علشان خاطر يقضي على فتنتهم تماما. الاخبار وصلت للشباب دولت وكان عندهم تعبان مش عارفين يعملوا ايه: يا اما يروحوا للامبراطور ويسجدوا قدامه الاصنام ويكفروا بالله سبحانه وتعالى، يا اما يقتلهم. فما كانش عندهم حل تاني غير ان هم يهربوا. وفعلا هربوا من المدينه وكانوا يجروا معاهم الكلب بتاعهم لحد ما لقوا كهف. فقالوا: خلينا ننام في الكهف ده النهارده لحد بكره ونشوف هيحصل ايه يعني. وفعلا دخلوا الكهف ده، وهم قبل ما يناموا قعدوا يدعوا ربنا: يا رب نجينا من دقيانوس وحل لنا المشكله اللي احنا فيها ديت، لحد ما غرقوا في النوم. ربنا سبحانه وتعالى بيوصف الشباب دولت وقد ايه دعوتهم ان هم فعلا كانوا خايفين على دينهم، وان هم اعتزلوا الناس خالص علشان خاطر يحافظوا بيه على دينهم ويهربوا بيه. قال ربنا سبحانه وتعالى: واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من امركم مرفقا. قد ايه الشباب ده كان تعبان، بس هو كان نيته ربنا سبحانه وتعالى، انا عايز يحافظ على دينه. فاعتزل الناس، وربنا امرهم ان هم يروحوا للكهف عشان خاطر ينجوا بدينهم من الملك الظالم. وربنا سبحانه وتعالى قال عنهم: فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. التعبير القراني قد ايه جميل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فضربنا على اذانهم. لو شبيا الاذن فيها اكبر تجمع للعصب الحائل او الفيجال نيرف في جسم الانسان. لو ضغطت على ودان حد جامد الانسان ده بيغمى عليه، لان العصب الحائر ده هو المسؤول عن الاسترخاء ودخول الانسان في النوم. سبحان الله الخالق المصور. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيوصف ازاي ان هم كانوا نايمين في الكهف ده: وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه ذلك من ايات الله فمن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحان الله، ربنا بيوصف ازاي ان هم كانوا قاعدين في الكهف ده، وازاي ان الشمس كانت بتيجي عليهم عن طريق خيط صغير من الضوء. الشمس اذا شرقت تيجي لهم ناحيه اليمين،
ولما تغرب تيجي لهم ناحيه الشمال. لو حد بيقول طب ليه الشمس ما تجيش لهم من كل الاماكن من كل واحده، اقول لك ان كتر اشعه الشمس بتبهدل الانسان. طب ليه في شمس خالص ما بلاها الشمس نهائي؟ اقول لك ان الانسان بيحتاج كميه معينه من اشعه الشمس يوميا عشان يحافظ على جسمه. ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم الكميه المعينه من الشمس اللازمه للحفاظ على حياتهم. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيوصف ازاي ان هم كانوا نايمين في الكهف، وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. سبحان الله، ده كانوا نايمين ومفتحين عينهم، لو انت شفتهم هتترعب منهم، ناس نايمه وبتشخر وعينيها مفتحه، وكمان ربنا كان بيقلبهم يمين وشمال. ليه؟ علشان ما يصيبوش بقرح الفراش. فشفت ربنا سبحانه وتعالى كان بيتعامل مع الناس دي ازاي، وكان بيحميهم ازاي بحاجات بسيطه انت ممكن ما تاخدش بالك منها، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان مركز في التفاصيل دي جدا عشان خاطر مهمه. حتى ان ربنا سبحانه وتعالى كان واصف وضعيه الكلب علشان خاطر يبين قد ايه ان هم كانوا محروسين من ربنا سبحانه وتعالى. بعد الشباب دول ما يختفوا تيجي الناس تسال عليهم، هي العيال اللي راحت فين؟ وايه العيال دي؟ وايه قصتهم؟ وايه فكرتهم؟ فتبدا قصتهم تنتشر بين الناس واحده ورا واحده ورا واحده، ويبدا الناس يعرف ده كان في ناس مؤمنه ومحترمه وكويسين ودعوا لربنا سبحانه وتعالى. طب الشباب دي راحت فين؟ وايه قصتهم؟ وبدات قصتهم تنتشر في المملكه واحده ورا واحده ورا واحده، لدرجه ان عدد المسيحيين في الامبراطوريه الرومانيه زاد جدا. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان في سنه 305 دقيانوس يتنازع عن الحكم نتيجه كان منازعات ومشاكل كثيره في الحكم، ويجي بعديه الامبراطور قسطنطين. قسطنطين مسك الامبراطوريه وكانت مهلهله جدا، وكان في حد في روما كان بينازعه الملك، حتى ان قسطنطين دخل قصاده في معركه. بس حصل حاجه غريبه قوي. قسطنطين بيحكي ان حسب الروايات المسيحيه ان هو قبل معركه شاف صليب موجود في السماء، وكان ساعتها جيش قسطنطين هو الجيش الاضعف، وكان ممكن الامبراطور الثاني يقضي عليه. لكن هو لما شاف الصليب ده تشجع ودخل المعركه وهزم الامبراطور الثاني ويسيطر على روما بالكامل. فقسطنطين حس ان دي اشاره من ربنا سبحانه وتعالى ان الحق مع المسيحيه مش مع الوثنيه. فجه بعدها بسنه واحده عمل قسطنطين اعلان ميلانو، اللي اعلن فيه ان مش بس المسيحيه ديانه اعترف بيها في الامبراطوريه الرومانيه، لا، الديانه الرسميه للامبراطوريه كلها. وبنى كنيسة القيامة في القدس. حتى هو نفسه في آخر أيامه تم تعميده كمسيحي، ومن بعدها الإمبراطور الروماني كان بيكون مسيحي. واحدة واحدة بقت كل الإمبراطورية إمبراطورية مسيحية، وانتهت الوثنية اللي كان من ضمن أسبابها أو السبب الرئيسي ليها هو شباب أهل الكهف اللي عرفوا الناس بالمسيحية وصبروا وهربوا بدينهم عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. طب حد ممكن يسأل يقول لي هم قعدوا كام سنة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هم قعدوا 309 سنه، بس عند المسيحيين في ادبياتهم بيقولوا ان هم قعدوا 300 سنه بس. يا ترى مين اللي صح؟ الحقيقه هو الاثنين صح، لان هم قعدوا 300 سنه ميلاديه، ودول بيساووا 309 سنه هجريه. وانت لو حسبتها 300 سنه بالميلادي كام سنه بالهجري هتلاقيهم 309 زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القران. بنرجع تاني لاصحابنا بتوع اهل الكهف لما ربنا اراد ان هو يصحوا. ربنا بيقول وكذلك بعثناهم لتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم. قال ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذا إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هم بعثوا تاني من النوم اللي هم كانوا فيه والسبات العظيم اللي هم كانوا نايمين فيه ده، وقالوا لبعض هو احنا نمنا قد ايه؟ واحد قال نمنا يوم، الثاني قال لا ده نص يوم. قال له مش مهم احنا نمنا قد ايه، المهم كده ان احنا نشوف حد بس يروح للمدينه عشان احنا جعانين جامد يجيب لنا اكل، بس خليه في الكتام كده محدش ياخد باله منه، عشان لو اتعرف دقيانوس ممكن يمسكنا ويعمل معانا السليم. فواحد منهم فعلا نزل وراح للمدينه، بس هو نازل لقى البيوت شكلها متغير قوي. قال لها ايه ده؟ ايه شكل البيوت دي؟ وبعدين الناس لابسه لبس غريب قوي، ايه اللبس الناس لابساه ده؟ حتى ما راح السوق عند واحد بيقول له ايه، اداله فلوس بيقول له لو سمحت عايزين اكل. فالراجل شاف الفلوس اللي اداها له كده، لا مكتوب عليها دقيانوس. قال له دقيانوس ده ملك من 300 سنه. فراح قال للشاب ايه، بقول لك ايه، يا تقول لي مكان الكنز اللي لقيت فيه الفلوس ديت، يا اما هروح ابلغ عنك. الشاب قال له كنز ايه وفلوس ايه؟ دي فلوس بتاعتي عادي، انت بتقول ايه؟ فالراجل شاف ان هو ايه بيحور عليه وعاوز يخلع منه، فبلغ عنه وقال له ايه ده فلان ده حرام وسرق كنز. وجه جنود الامبراطور الروماني ساعتها وجه الناس، والراجل قاعد يحكي يقول لهم يا جماعه ده احنا كنا هربانين بديننا مش عارف ايه وبتاع. يقولوا يا سلام، هو انتوا الشباب اللي هرب من 300 سنه من دقيانوس؟ قالوا لهم ايوه، ايه 300 سنه دول؟ فطلع انهم بقى لهم 300 سنه نايمين في الكهف. وسبحان الله الاسطوره الناس كانت بتتكلم عليها ومشغوله بيها شافوها قدام عينهم راي العين. تذكره وبيان للناس قد ايه ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وايه للناس المؤمنه ونذير للناس الكافره. شوفوا ربنا قادر على ايه.
وجه بعدها ب100 سنة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة أهل الكهف دي في القرآن علشان يبين للمؤمنين إن في غيرهم آمن بربنا وضحى، ويقول للمسلمين استحملوا التضحية عشان خاطر دينهم، وكمان عشان يبين إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو صاحب الحق وهو صاحب الدين السليم، وإن نبوءته سليمة، وإن هو مبعوث من ربنا سبحانه وتعالى. قصة أهل الكهف مليانة عظة ومليانة دروس كتير، من ضمنها أول حاجة إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى مهم جدا ويستاهل التضحية، وأهم حاجة في حياتنا ولازم ندافع عنه. اتنين، ما تركزش في التفاصيل الخايبة، حاجة ملهاش لازمة عديها، ايه يعني هم كانوا ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة، عددهم مش مهم، المهم العظة اللي تجيها من القصة دي، وترفع دايما عن سفائف الأمور. ثلاثة، إن الله قادر على كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى قادر ينفذ لك أي حاجة مهما كانت الحاجة اللي أنت عاوزها دي. كل اللي عليك إنك تكون واثق في الله سبحانه وتعالى، وتدعي من قلبك تقول يا رب نفذ لي الحاجة اللي أنا عاوزها دي، ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لدعواتك. اخر حاجه، الصحبه مهمه جدا في طاعه الله، ما ينفعش تعبد ربنا لوحدك، لازم وسط مجموعه وسط جروب، ان انتم موجودين مع بعض تعبدوا ربنا. لو واحد خسع التاني بيساعده ويقومه، واحرص دايما يكون معاك صحبه صالحه تساعدك على عباده الله سبحانه وتعالى. كده انا خلصت. سلام عليكم.